يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض. والنهارده بقى جايلكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه اول مرة تشوفي قناتي ومش مشتركة فيها، ما تنسيش طبعا ان انت تنوريني في القناة، وكمان تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها تنزل لكم على طول. ويلا بينا بقى نبتدي اليوم بتاعنا كده، ونبتدي اجواء اليوم من اوله. وكل حاجة حلوة الصراحة في اليوم ده، لان الجو كان حلو جدا. يعني الشمس بقالها يومين كده طالعة، والجو جميل ودافي، بعيدا بقى عن اليومين اللي كانوا برد قوي. فانا بحب بقى الاجواء اللي زي دي. الصراحة بتشجع جدا لما بلاقي الجو حلو ودافي، بحب ان انا اقوم بقى انضف الشقة كده واقوم اتحرك كده من مكاني. لكن الجو لو برد ما ببقى قايمة اصلا، حتى لو بعمل حاجة ببقى قايمة كده على عيني الصراحة، مبقاش قادرة اتحرك من مكاني. فزي ما قلت لكم الجو بقاله يومين كده حلو جدا، يا رب يفضل كده على طول. فقلت بقى اتشجع كده وانضف الاوضه دي. طبعا كارما بقى بتنام في الاوضه بتاعتها، فدايما بقى تلاقوها كده، يعني برضو مش مكركبه قوي، بس دايما يعني ايدي فيها على طول وبنضفها لها على طول. فزي ما انتم شايفين بقى انا مغيرتش الملايه ولا اي حاجه، لان هي لسه نظيفه. لكن طبقت بس كده البطانيه، وهحط بقى ارجع كل حاجة مكانها، لكن هفرش بس بطاطين خفيفة كده تدفي الأوضة. الصراحة يعني أول ما قمت كده فتحت الشبابيك، قلت استغل الشمس قبل ما الجو يقلب. قلت افتح كده شبابيك الشقة كلها، وكمان فتحت بقى شباك الأوضة، وعملت بقى مشروب شتوي كده دافي، عملت هوت شوكليت. يعني شربتها في الأول كده، يعني الواحد الصراحة أول ما يقوم كده أكيد مش هيقوم على شغل البيت على طول. يعني نقعد مع نفسنا كده ساعة ولا حاجة، وبعد كده نتشجع بقى ونقوم ننظف. فهنا زي ما قلت لكم بقى ما شلتش مفارش السرير ولا اي حاجه. والسرير التاني ده محدش بينام عليه، فلسه نضيف. يعني ببقى غير المفرش، واصلا بيبقى لسه نضيف، بس عشان طبعا السريرين مع بعض فلازم يكون نفس المفرش. فببقى اغيره. المهم بقى عملت ايه، فرشت بس اللي هي البطاطين الخفيفه دي. قلت افرشها على المفرش. من ناحيه ان هي تدفي الاوضه، وكمان تدي شكل حلو كده للاوضه عندي. والبطانيه برضو طبقتها وعينتها لما الجو طبعا كل ما بتتغطى بيها بالليل. ممكن تتغطى عادي بالخفيفه، ولو الجو برد قوي بغطيها باللي هي التقيله دي. بعد كده بقى دخلت على الكومود، برضو قلت ان انا اديله تلميعة كده بسرعة. شلت المفرد نفضته من اي تراب، وبفوطة كده برضو مشيت ايدي على الازاز، ورجعت كل حاجة بقى مكانها. حطيت المناديل والمنبه، وحطيت برضو الاباجورة دي حلوة جدا، وماشية كده مع الأوضة. الصراحة يعني ما اخدتش مني وقت خالص، وتنظيفها سهل جدا، لان هي مش مكركبة، وكل حاجة في مكانها. على قد بس كده بفرش سرير، برتب بس حاجات بسيطة. فانتي اول ما تقومي كده يعني ايدك في الشقة هتلاقيكي خلصت كل حاجة الصراحة، وفي وقت قصير جدا، وانجزت حاجات كتيرة جدا. فدايما انا بعتمد الطريقة دي، ان انا اول ما بقوم ما بدخلش على المطبخ خالص. يعني بقعد مع نفسي كده ساعة اتشجع فيهم، وبعد كده اقوم بقى على الشقة على طول. الاوض لو محتاجة تترتب بعملها، الصالة لو فيها حاجة بعملها، وفي الاخر خالص بدخل على المطبخ. حتى بتعملي الحاجة اللي في المطبخ وبالك رايق، علشان مفيش بقى كركبة مستنياكي بره في الصالة، لا، كل حاجة بتبقى في مكانها، وكل حاجة بتبقى نظيفة. المهم بقى خلصت طبعا الأوضة، رتبتها بقى ترتيب يعتبر عميق، لكن بالنسبة للشقة ترتيب كده على السريع. دخلت بقى، كان يعني كنت نشرة كده هدوم، فقلت برضو ألمها كده بالمرة، واطبقها وارجعها كده في مكانها، علشان برضو قبل ما اعمل اي حاجة في المطبخ. انا برضو يعني الخطوة دي اخدتها مؤخرا، ان انا مش بسيب الغسيل او السبت يتملى هدوم وقت بس كده ما ابدأ بس الم دور غوامق، او دور اللي هو الفاتح على الغسالة على طول، حتى لو هنشر كل يوم. لان في الشتاء الجو زي ما انتم شايفينه بيبقى هوا بقى وكده، فالهدوم عندي ما عنديش غير المنشر ده. فلو انا حاطه هدوم كتير على بعض ممكن تقعد يومين على الحبل، وفي هدوم اصلا اللي بتبقى ورا مش بتنشف بسهولة.
فقلت بقى ليه يعني مثلا ما عنديش غير المنشر ده، فاي دور عندي لو كل يوم احطه في الغسالة وانشره بحيث ان هو يكون اخد راحته كده على المنشر، ما يكونش بقى هدوم كتير، وفي نفس الوقت هينشف وبسرعة، وكمان ما تعبتش ولا حاجة. يعني لما بفضل مثلا طول اليوم يعتبر بغسل بقى في هدوم، لو انا سايبة السبت كله بيبقى كذا دور بقى، فاتح على غامق على ملايات على يعني حاجات كتير جدا. لكن لو كل دور كده غسلت الهدوم اللي موجودة، السبت بيبقى معايا فاضي وبيبقى نضيف الصراحة، والهدوم بتبقى زي الفل على الحبل وبتنشف بسهولة. بعد كده بقى دخلنا على فقرة الغدا، فقلت اعمل كبدة. طبعا هي يعني اكلة سهلة وسريعة، وكمان لولا ان انا عارفة ان انا هعمل حاجة بسيطة قلت بقى اخلص الاول اللي ورايا. هنا بقى قطعت بصل الاول كده مكعبات صغيرة، وبعد كده هقطع الكبدة. بقطعها بالسكينة اللي هي عارفين اللي هي بتبقى حادة شوية دي، او فيها او مشنشرة شوية كده، يعني ما بتبقاش مستوية، بتبقى حلوة جدا في التقطيع. فاما بكون مثلا بقطع كبدة او بقطع حاجات من دي بستعمل السكينة دي، بصراحة بتبقى حلوة جدا ويعني بتبقى مريحة كده في ايدي. المهم بقى قطعت الكبدة برضو شرايح صغيرة كده، وزي ما قلتلكوا قطعت بصل مكعبات، وعليه كده برضو فلفل كده سبايسي شوية. وقلت بقى يعني اجهز بقى الغدا علشان يبقى خلصت كمان من حوار الغدا ده. المهم بقى عملت كده طاسة وفيها شوية زيت وسبتها لحد ما تسخن خالص، ونزلت بالكبدة. واول ما بنزل بيها مش بقلبها، بسيبها بس لحد ما تاخد لون او تتشمع كده، وبعد كده اقلبها، وبنزل عليها بفص من الثوم وبقلبها برضو كويس جدا. وفي الاخر خالص بقى بنزل بالبصل كده. لو عايزة نحط مثلا فلفل رومي عادي بنحط، بس في الاخر خالص علشان ما يتبلش معايا، يبقى يدي شكل حلو كده. فانا الصراحه ما كانش عندي، فقلت مش مشكله استغنيت عنه. حطيت بس كده فلفل سبايسي شويه، لان احنا بنحب الاكل يكون حراق شويه. وهنا بقى حطيت البهارات اللي هي بتاعت ويلز بتاعت الكبده، بتبقى حلوه جدا. وبرده بزود ملح وفلفل اسود، لكن بحط منها معلقتين، بتبقى غنى بقى عن اي بهارات تانية وبتخلي طعمها حلو. وهنا بقى جهزت الغدا بتاعنا، كان غدا سهل وبسيط. عملت بقى الكبدة ومعاها كده برضو عيش فينو وشوية من الصوصات، وخلاص بقى اتغدينا. ودي المعركة بعد كل غدا، انا مش عارفة المواعين دي جات لي منين الصراحة. مواعين كتيرة جدا جدا. طبعا لان كان في مواعين قبلها وانا عملت الغدا، فالمواعين زادت. فقلت مش مشكلة، يعني طالما بقى مواعين كتير لميت كل دول في الغسالة عندي، المنقذ الوحيد بتاعي يعني. انا الصراحة مش عارفة من غيرها كنت هعمل ايه، لو يعني لما اشوف منظر المواعين دي كلها ومفيش طريقة غير ان انا اغسلهم، فكنت هستصعب الامر اوي. فقمت بقى لماهم كلهم كده في الغسالة عندي، وقلت لحد بقى من الغسالة تغسلهم كده، يعني استفاد انا بالوقت ده واغسل حاجة تانية. فالبوتاجاز كان متبهدل، فقلت برضو يعني امشي ايدي كده عليه بسرعة واديله تلميعة حلوة. بغسله الاول بصابون وبفوطة بقى ناشفة خالص. بمسحه كويس جدا، بيخلي الستانلس بتاعه بيلمع وبيبقى زي الفل. طبعا هو زي ما قلت لكم ان انا يعني ان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى هعمل تنظيف عميق للمطبخ. بس يعني نرتاح شويه بس كده من المدارس وكده، ونبدا ان احنا نعمله، والجو كمان حلو. فاستغل ان الجو حلو وان شاء الله انضفه ونضف البوتاجاز. زي ما انتم شايفين اصلا الحوامل برضو متبهدله شويه. فكر الصراحة ان انا احطها في غسالة الاطباق، بس خايفة من الخطوة دي ان الغسالة يجرى لها حاجة. في اللي جرب الحوامل قبل كده يقولي برضو في الكومنتات. وهنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، واقول لكم على السلامة.